الاثنين موجهين للكابتن احمد حسام ميدو. انت راجل، انا بقول عليك بتفهم، وبقول عليك ان انت راجل عندك من الوعي الفني والثقافي في المجال الرياضي مسافة كبيرة وحجم كبير قوي. ما ينفعش تطلع تقول ان لعيبة الاهلي ما عندهاش اساسيات في الكورة. ده عيب في حقك. عيب في حقك ان انت راجل كنت مدير فني في فرقة زي نادي الزمالك. وزيزو ده كان من شهرين بالظبط كان في نادي الزمالك. فلما تطلع تقول ان لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش اساسيات كره القدم، فده بيقلل منك، صدقني مش بيقلل من لعيبه النادي الاهلي. ثانيا ما تنساش ان افضل كواليتي لاعبين في مصر هو امام عاشور واحمد سيد زيزو. ودول انا كنت بقول عليهم الكلام ده وهم كانوا في نادي الزمالك، وانت كنت بتقول عليهم الكلام ده وهم كانوا في نادي الزمالك. فما ينفعش النهارده تيجي تقول لما هم يروحوا النادي الاهلي تقول ان النادي الاهلي لعيبته ما عندهاش اساسيات كرة القدم. ده بيدل ان انت كراجل عندك وعي فني. انت كنت راجل مدرب مدير فني وفرق كبيرة مش صغيرة منها نادي الزمالك. فلما تطلع تقول ان لعيبة النادي الاهلي ما عندهاش اساسيات كرة القدم، فانت هتخلي الناس تشوفك تشوفك ما عندكش فكر، تشوفك ما عندكش رؤية، تشوفك ما عندكش فنيات. الاهلي مش موفق، هو مش موفق وادى اداء سيء خلانا نظهر بالشكل ده. لكن انك تقول ان لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش اساسيات كره القدم، فده بيدل ان انت وعيك قليل ومحتاج تطوره شويه او محتاج تفهم. ولو محتاج تفهم احنا ممكن نفهمك.